السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكونفيتير ديال المندرين اللي كيجي بزاف لذيذ وبطريقه سهله وبسيطه ومقادير مضبوطه. كنتمنى ان شاء الله تبعوا الفيديو التالي باش تعرفوا على هاد الطريقه اللي سهله بزاف اللي غادي نحضر بها هاد الكونفيتير. وهاد المندرين خرجت منه كونفيتير وخرجت منه سيرو اللي حضرت به الحلوى ديال ريشبوند اللي شاركت معكم في الفيديو السابق. خرجت منها 3 ديال الشكيلات. نبدا ان شاء الله في الطريقه والتحضير. خديت 3 كيلو ديال المندرين. نتوما يمكن لكم تضاعفوا الكميه ولا تنقصوا في الكميه على حسب داكشي اللي بغيتو نتوما. انا خديت 3 كيلو ديال المندرين غسلته مزيان. بعد ما غسلته كناخذ مندرينه كنقسمها في النص، كنحيد لها الزريعه وكنقسمها على 4. خديت النص ديال المندرين قسمته بالقشره ديالو والنص حيت له القشره. بغيتي ديروا الطريقه ديروها، ما بغيتوش حيدوا له القشره. المهم الصراحه كيجي بزاف زوين والقشره ديالو ما كتكونش مره بحال الليمون ولا النافيل. هذا القشره ديال المندرين ما تخافوش منها، راه ما كتمرش نهائيا. راه كيجي الكونفيتير فيه واحد اللوين زوين وكيجي زوين في المذاق ديالو. المهم قسمته كما كتشوفوا معايا. ضروري ما كتقسموا الحبه ديال المندرين باش كتشوفوا ياك ما كايناش الزريعه من الداخل. كاين المندرين اللي كتكون في الزريعه وكاين المندرين اللي ما كتكونش فيه الزريعه. المهم كنقسم مندرينه في النص وكنزول ديك الزريعه ديالو الا كاينه فيه، الا ما كايناش كنقسمها على 4. وكما سبق لي وذكرت معكم النص خليته بالقشره ديالو والنص حيت له القشره. نتوما لكم الاختيار. بالنسبه لي انا كيعجبني هكا، كيجي فيه واحد اللوين زوين وحتى في المذاق ديالو ديك القشره ديال المندرين كتزيد كتنكه هذا الكونفيتير وكيجي فيه واحد البنه وواحد النكهه زوينه. المهم غادي نقطعو بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا في الصوره. كنقطع مندرينه في النص وكنحيد ليها الزريعه اللي كاينه فيها وعاد كنقطعها على 4 كما شفتوا معايا. هذه فيها الزريعه، كاينين شي وحدين ما فيهمش الزريعه وكاينين شي وحدين كاينه فيهم الزريعه. وحتى داك الخويط اللي كيجي في الوسط حتى هو كنحيدو وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. كنديرو في الطنجره اللي غادي نطيبو فيها. وكما سبق لي وذكرت معكم هذا المندرين خرجت منه السيرو اللي حضرت به الحلوى ديال ريشبوند اللي شاركت معكم في الفيديو السابق. صراحه جات لذيذه بزاف بزاف والناس اللي ذاقوها من عندي شكروها بزاف وجات رطبه. الا تبعتوا ديك النصائح اللي شاركت معكم في داك الفيديو السابق ديال الحلوى ديال ريشبوند غادي تنجح معكم من اول تجربه. الصراحه كتجي بزاف رطبه بحال القطن. وهذا السيرو حتى هو عطاها واحد النكهه زوينه بزاف بزاف. وللاسف داك الفيديو ديالها تحذف لي ولا انا اللي ما صورت، الصراحه ما عرفت. المهم فاش جيت نمونطي الفيديو ما لقيتش داك الفيديو اللي صورته فاش كنت كنغمسها في داك السيرو. صافي بعد ما كملت الكميه ديال المندرين وضعته في الطنجره غادي نزيد معاه زلافه ونص زلافه ديال السكر سنيده. استغلوا هاد الوقيته اللي كيكون المندرين رخيص. في هاد الفتره كيكون رخيص بزاف ومازال متواجد في الاسواق. استغلوه وحضروا هاد الكونفيتير اللي كيجي بزاف لذيذ. وحتى هاد السيرو الا بغيتيو حضروه واحتفظوا به وقت ما بغيتيو تحضروا الحلوى ديال ريشبوند سقيوها بهاد السيرو اللي كيجي بزاف لذيذ. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم بجوج، راه كيجيو الصراحه زوينين وكينفعوا. بعد ما ضفت السكر على المندرين غطيت الطنجره ورديتها فوق النار متوسطه وخليت المندرين كيطيب واحد 4 ساعه. بعد ما دازت واحد 4 ساعه طفيت على المندرين. راه ما كيشدش الوقت دغيا كيطيب ومازال غادي تطحن.
غادي نصفيه من الماء اللي عزل، داك الماء ديالو اللي طلق هو اللي خديته وحضرت به الحلوى ديال الريش بوند اللي سبق لي وشاركتها معكم في الفيديو السابق. وغادي ناخذ اللب ديالو والقشره ديالو هما اللي غادي نطحن وغادي نخرج منهم الكونفيتير. المهم راني شاركت معكم الفكره، الا عجبتكم باش تطبقوها وتستافدوا منها. غادي نصفيه كما كتشوفوا معايا. خديت واحد الصفايه، غادي نعزلو هذا الماء. بعد ما صفيته ها هو الماء اللي خرجت منه السيرو. غادي مازال نردو فوق النار يغلى واحد شويه حتى نشوف راه كيدير ديك الفقاعات، عاد كنطفي عليه باش يجينا السيرو شويه ثقيل ويقبط لينا في الحلوى ديال الريش بوند. كما شفتوا معايا راني رديته فوق النار كيغلى حتى كنشوفوا راه كيدير دوك الفقاعات، عاد كنطفي عليه وكنخليه يبرد وكنردو في واحد القرعه وكنحتفظ به في الثلاجه. حتى كنبغي نحضر الحلوى ديال الريش بوند كنخرجو من الثلاجه وكنردو في شي كاسرونه ولا شي قاميله وكنغليه وهكا كنغمس فيه الحبات ديال الحلوى ديال الريش بوند وكنخليهم واحد شويه حتى كيتشربوا السيرو مزيان. عاد كنحيدهم وكنلصقهم جويجات وحده مع وحده وكنمررهم في الكوك. الصراحه جات ديك الحلوى لذيذه بزاف. بعد ما صفيت المندرين من الماء اللي فيه هنايا درتو في الهاشوار وطحنته. غادي نردو في الطنجره اللي طيبتو فيها وغادي نزيد معاه واحد عصير حامضه. هاد العصير ديال الحامضه وحده اللي ضفتو هو باش غادي نعوض داك السيرو اللي خديت من الكونفيتير. وغادي نزيد واحد نص زلافه ديال السكر سنيده باش ما يجيش الكونفيتير حامض. صراحه جا زوين بزاف في المذاق ديالو هاد الكونفيتير، وحتى الفكره ديال السيرو اللي حضرت به الريش بوند جات زوينه بزاف لذيذه وفيها واحد المذاق زوين وجات رطبه بزاف. بعد ما اضفت السكر على الكونفيتير غادي نخلط مزيان حتى كينسجموا وغادي نخليه فوق النار يغلى مده واحد 5 دقائق حتى كنشوف السكر داب مزيان وبدا كيدير ديك الفقاعات صافي. وكنطفي عليه وكنخليه حتى كيبرد وكنعمرو في قريعات وكنحتفظ به في الثلاجه. والصراحه كيجي بزاف لذيذ في المذاق ديالو وزوين حتى في الشكل ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديالو.